السلام عليكم، كنتمنى كاملين بكم تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد، قصة جديدة. والقصة اللي جبت لكم اليوم على واحد الشخصية اللي غامضة واللي خلات واحد الأثر وواحد الجدل كبير في تاريخ المغرب. كيف ما كنعرفوا كاملين، الملك الحسن الثاني رحمه الله، كيف ما كانوا عنده ناس معجبين بيه وبالشخصية ديالو والقرارات ديالو، كانوا عنده أعداء ومعارضين كيقفوا ديما ضده. وشحال من محاولات اغتيال نجا منهم بأعجوبة. ملي كنقولوا أعداء، ماشي للملك كشخص، كانوا كيعادوا القرارات ديالو وطريقة الحكم والنظام اللي مسير به البلاد. واليوم جبت لكم واحد الشخصية من أشهر المعارضين اللي عارضوا الملك من ناحية القرارات وتسيير البلاد، المهدي بن بركة، الشخصية الأكثر جدل وغموض في تاريخ المغرب. فشكون هو المهدي بن بركة وشنو هي القصة ديالو؟ نبداو القصة ديالنا. بركة رجل ذكي جدا، لكن ربما في معارضته للملك لم ينتقل الأسلوب الذي يجب أن يعامل به الملك، يعني ذهب إلى أقصى اليسار. كانت علاقته له بالصين وعلاقته له بكوبا. ما سر العلاقة المتوترة إلى هذا الحد بين الرجلين؟ هذه علاقة متوترة، هذا أن كانت تصبح علاقة حميمية وصداقة ومحبة متبادلة. كيف ينقلب الأستاذ وتلميذه العلاقة الحميمة إلى علاقة تصل إلى حد القتل؟ الملك الحسن الثاني يقول إنه مسدا عليه من طرف بن بركة، وبن بركة يقول إن الملك اعتدى عليه. يعني لا شك أنه كانت عملية أنه تحت تأثير الأحداث، وهي كانت صعبة جدا. و بن بركة يتهم بأنه كان يطوف على الدول اليسارية المتطرفة ليحملها على مناهضة حكم الملك الحسن. قصة اليوم على مهدي بن بركة. هو زعيم سياسي مغربي معارض، تزاد سنة 1920 بمدينة الرباط. قرا في الإعدادية مولاي يوسف بالرباط. كان خدام في نفس الوقت كمحاسب عادي بسيط في سوق الجملة باش يعاون عائلته. وكانت هذه البداية الميول ديالو للرياضيات، وهاد المادة غادي يعطي فيها بزاف وغادي يبرع فيها. وكان المهدي بن بركة عضو في الفرقة المسرحية في الإعدادية اللي كان كيقرا فيها، وكان نابغة في الرياضيات لدرجة أنه كان كيتكلف بعض الأحيان باش يعطي دروس للتلاميذ بلاصة الأستاذ. غادي يحصل على شهادة البكالوريا سنة 1938 ودبلوم في الدراسات الإسلامية في نفس السنة. غادي يتعزل من ضمن واحد المجموعة يرسلها الجنرال نوكيس لفرنسا باش يكمل الدراسة ديالو فيها. وفي هذا الوقت غادي تبدا الحرب العالمية الثانية، الشيء اللي ما كيخليهش يكمل الحلم ديالو حيت كان باغي يكمل قرايته في فرنسا. مهدي بن بركة كيقرر يبدل الوجهة ديالو للجزائر اللي كان تحت الاحتلال الفرنسي. تياخد البكالوريا في مادة الرياضيات سنة 1939. وبعد مدة من الحصول على البكالوريا تيرجع للمغرب وغادي يقدر يدخل للمدرسة الملكية، وغادي يولي مدرس مادة الرياضيات، وغادي يولي هو الأستاذ ديال ولي العهد وهو الملك الحسن الثاني من بعد. وقصة المهدي بن بركة مع الملك الحسن الثاني كان بيناتهم احترام كبير متبادل، كيظهر حتى في تقدير الملك لشخصية المهدي بن بركة وكلامه عليه. غادي يكون المهدي بن بركة أحد المؤسسين ديال حزب الاستقلال لسنة 1944، وفي هاد السنة نيت غادي يكون واحد من الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال. وبعد سنة واحدة بالضبط سنة 1945 غادي يولي مهدي بن بركة هو رئيس حزب الاستقلال، الحزب الأكبر في المغرب ديك السنين. وسنة 1951 غادي يتم اعتقال مهدي بن بركة لأول مرة، وغادي يتنفى للجنوب أي للصحراء، وما غادي يتم الإفراج عليه حتى سنة 1954. منين غادي يخرج من الحبس غادي يزورو عباس المساعدي، هو قائد ديال الجيش التحرير المغربي. غادي يزور المهدي بن بركة في المنزل ديالو في الرباط في ديور الجامع، وغادي يطلب منه يعطيه الأموال اللي جمعها في الحزب ديال الاستقلال لمساعدة المقاومة والانطلاقة في تأسيس جيش التحرير. هنا مهدي بن بركة يقول ليه باللي هاد الأموال ديال الحزب، وحنا السياسيين ماشي ثوريين ما كنآمنوش بشي حاجات من تاع العنف. هنا عباس المساعدي ما غاديش يعجبو الحال وغيبقى مرة
كيرجع لعندو كيعاود يقول ليه نفس الهضره، حتى لواحد النهار كيقول الخدامه توصل ليه واحد الهضره تقول ليه ضرب على هاد الدار وما تعاودش تجي ليها مره اخرى، والا عاودتي رجعتي غادي نبلغ عليك. ومن هنا بدات العداوه ما بين المهدي بن بركه وعباس المساعدي. غادي يمشي عباس المساعدي للقاهرة باش يطلب الدعم المالي وغادي يأسس جيش التحرير، وغادي يمشي مهدي بن بركة والفقيه البصري للقرية اللي فيها عباس المساعدي، وهاد المرة هما اللي كيطلبوا الدعم ديالو. وغادي يرفض عباس المساعدي يستقبل مهدي بن بركة، غادي يقول لواحد من الرجال ديالو قول المهدي يرجع منين جا اولا غادي نعتقلو فورا. هنا كبرات العداوة بيناتهم كتر. 27 يونيو 1956 غادي يوصل لفاس بعد ما بات ديك الليلة عند عامل تازة، غادي يتفاجئ بواحد المجموعة جات لعندو طلبوا منه يرافقهم في السيارة وقالوا ليه انهم من طرف حجاج. وهذا حجاج هو اللي قال عليه الملك الحسن الثاني في كتاب ذاكرة ملك باللي نهار تلاقى معاه قال ليه استهدفتك بالقناصة ديالي 5 ديال المرات وانت خارج بالسيارة ديالك، ولكن ما عرفتش علاش ما قدرتش نضغط على القرص بحال شي حاجة منعتني. مهم عباس المساعدي مرتاحش ليهم ورفض يركب معاهم في الطوموبيل. واحد من المجموعة غادي يجبد السلاح، وفي لحظة هو الشخص اللي كان هاز السلاح بقصد او لا غلط غادي يتم هنا اغتيال عباس المساعدي، وغادي يشدوا الجثة ديالو غادي يرموها في الغابة قبل ما يتم اكتشافها ودفنها. وفي الاخير هنا زوجة المساعدي كتساهم مهدي بالبركة بالاغتيال ديالو، والمجموعة الثانية كتدافع على بن بركة، قالوا باللي كان باغي غير يتفاوض معاه ماشي يقتلو، وعملية الاغتيال كانت على الطريق الخطأ. ولكن الملك الحسن الثاني كيقول على ان حجاج لما تم القبض عليه غيعترف على انه هو اللي قتل عباس المساعدي ولكن بامر من مهدي بن بركه. الملك كيقول هنا باللي من ديك اللحظه اللي عرف فقد الاحترام للاستاذ ديالو مهدي بن بركه. وبعد الاستقلال غادي يتعين مهدي بن بركة رئيس للمجلس الاستشاري. وسنة 1959 غادي ياخذ مهدي بن بركة قرار رفقة عبد الرحيم بوعبيد عبد الرحمن اليوسفي والفقيه البصري بالانشقاق على حزب الاستقلال ويأسسوا حزب جديد باسم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، أكبر حزب معارض في تاريخ المغرب في السنوات اللي غتجي من بعد. أتولي العداوة بين حزب الاستقلال وحزب الوطني للقوات الشعبية والمنافسة كل واحد فيهم باغي ينفرد بالحكم. خرج مهدي بن بركة واعلن على راسو في معسكر المعارضة بشكل صريح، وزادت حدة المعارضة ديالو في عهد الملك الحسن الثاني. سنة 1962 غادي يتعرض مهدي بن بركة محاولة اغتيال في بوزنيقة، غادي يجي منها بإصابات خطيرة على مستوى العنق، وغادي يمشي لألمانيا باش يتعالج. سنة 1963 غادي يصدر حكم بالإعدام على مهدي بن بركة في قضية المؤامرة ضد الملك الحسن الثاني. وبعد مدة أتبدا الاتصالات ديال النظام المغربي كيطالبوا الملك الحسن الثاني بالعفو على مهدي بن بركة ورجوعه للمغرب ويديروا يدهم في يد بعض باش يزيدوا بالمغرب بالقدام، حيث الملك الحسن الثاني كان كيشوف المغرب كمعادلة مغربية محتاجة للتصالح بين المعارضة والنظام لصالح المغرب. نهار 29 أكتوبر 1965 مع 11 ديال الصباح واحد الصحفي كيسول البوليس على معلومة كتخص مهدي بن بركة. هاد المعلومة كتقول باللي البوليس وقفوا مهدي بن بركة، وصحفي آخر كيدخل على الخط بعد نصف ساعة سول الأمن على الواقعة. أتوصل الخبر لوزير الداخلية، أتجي اتصالات من عند حقوقيين صحفيين محامين، وبعد 3 سوايع يخرج تأكيد من الأمن الوطني الفرنسي على أنه ما عنده حتى شي علاقة أو حتى شي علم بهذه القضية، وحتى المصالح الخاصة مصلحة التوثيق الخارجي ومكافحة الجاسوسية على أنها ما عندها حتى شي علم بهذه القضية. أيمشي أخ بن بركة رسميا باش يقدم شكاية باختطاف مهدي بن بركة. ملي غيمشي للكوميسارية غادي يوصف الشكل ديال الأخ ديالو للمفوض اللي أصلا ما كيعرفش المهدي بن بركة. عبد القادر بن بركة كيقول باللي مهدي بن بركة نهار 22 أكتوبر غادي يتصل به وغادي يقول ليه راه جا لجنيف وغادي يدير معاه موعد في السيمانه اللي موراها، وديما هو اللي كان كيتصل به حيت ما كانتش عنده بلاصه معينه يقدر يتصل به.
حيتاش النص ديال حياته كانت سري، وكذلك كان تيتسارى العالم كامل بحكم الوظائف ديالو كأمين عام للجنة التضامن الأفرو أسيوية ورئيس لجنة تحضيرية لمؤتمرات القارات الثلاث. وغادي يتصل المهدي نهار الجمعة مع الصباح حوالي 11 ديال النهار على لسان الأخ ديالو باش يحدد موعد معايا من عند دار صاحبو محمد الطاهري. تسنيت مع 7 ديال العشية في بولفار حتى 8 ونص، كنطلب من الطاهري يشري 3 التذاكر ديال المسرح. المهم انا مشيت بحال للسينما نتفرج، وفاش مشيت للدار اتصل بيا الطاهري، تلقى مكالمة من واحد طالب سميتو الزموري اللي شاهد توقيف مهدي في شامبيليزي، وهنا سولو المفوض وغيقول ليه واش كتهم شي واحد باختطاف المهدي بن بركة. جاوبو قال ليه ما عندي حتى شي فكرة على السبب او الفاعل، ما عرفتش شكون، اكيد خويا محكوم بالاعدام غيابيا 2 المرات وفلت من اعتداءات في المغرب وحتى خارج المغرب. ولكن الملك الحسن الثاني كرسل ليه مرسول في ابريل كيدعوه باش يرجع للمغرب وكيطمئنه بلي ما عنده مناش يخاف. وبالنسبه للمهدي النشاطات ديالو الدوليه كتجاوز الاطار السياسي ديال المغرب، وهذا الشيء جاب لي اعداء بزاف. انا ما كنتهم حتى واحد، ولكن غادي نتفاجئ اذا كان الاختطاف ديالو من المغرب. غادي يتم استدعاء الطاهري باش يدلي بالاقوال ديالو والشهاده ديالو في هذه القضيه، وغادي يجي الطاهري يحكي بالتفصيل الخطه اللي كان داير مع مهدي بن بركه في التليفون. صنع ليه مهدي بن بركه من جونيف نهار الخميس 28 اكتوبر، وقال ليه بلي غدا يجي لباريس، وقال ليه مع السبعة غنكون عندك، حاول تلقى لينا 3 ديال التذاكر لشي مسرحيه زوينه على ذوقك. وهذا الشيء اللي كان، قطعت 3 ديال التذاكر. ولا غد لي الصباح تيصوني مهدي مرت الطاهري، قال لها انا جيت لباريس، وغيقول لها الا كان ممكن تقطعوا تذكره رابعه لخويا، حيت حتى هو درت معاه موعد نتلاقاه. ولكن في الاخر لقاو التذاكر ما بقاوش، سالاو ما قطعوش الاخ مهدي بن بركه. هادشي علاش بقى كيتسناه باش يشوفو ويسلم عليه، وفي الاخر مشى للسينما. ملي رجع الطاهري للدار هو ومرتو، كيقول ليه الخدام باللي جاه اتصال من واحد كيقول باللي بغى يتلاقى بالطاهري بصفه عاجله. ملي تلاقاه قال لي باللي مهدي بن بركه كان داير معاه يتلاقاو في قهوه بوان شامبيليزي مع 11 ونص. غادي يركب الزموري وبن بركه في طاكسي لسان جيرمان، حيت المهدي كان غادي يتلاقى مع مخرج على واحد الفيلم كان غيشارك فيه، واسم الفيلم باستا. العنوان اقتبسوا من الكلمة الشهيرة اللي قالها تشي جيفارا. غير وصل المهدي وقفوا عليه جوج وراوه الشارة ديال البوليس، وغادي يطلبوا منه الوراق ديالو. اما الزموري داروا به 20 واحد. شاف المهدي بن بركة كيدفعوه وسط الطوموبيل، ما قدرش يعرف رقم الطوموبيل ولا العنوان اللي غادي ليه، غير ايسالي المشهد غادي يهرب. وغادي يوصل هاد الشي لاقرب الناس لبن بركة. غادي تخرج اخبار من واحد الصحيفه قالت بلي اوفقير كان في زياره مجروبه لباريس في النهار اللي تخطف فيه مهدي، بينما فاطمه اوفقير كتقول بلي ان محمد اوفقير كان في باريس، ولكن النهار اللي وقع فيه الاختطاف كان مشى لسويسرا. بينما بعض الشهود قالوا بلي شافوا اوفقير نهار الجمعه ماشي نهار السبت. غادي يقدم دليمي راسو المحاكمه بعد ما تم اتهامه بخطف مهدي بالبركه. بينما الملك غادي يتفاجئ بهذا الخبر، وغادي يسول أوفقير واش هو مول الفعله. غادي يحلف أوفقير للملك كيف ما قال في كتاب ذاكرة مالك بلي ما عنده حتى علاقة باختطاف مهدي بن بركة. غادي يتحاكم دليمي وتم التبرئة ديالو من القضاء الفرنسي، بينما غادي يتحكم على أوفقير غيابيا، ومن ثم ما غيرجعش أوفقير لفرنسا نهائيا. كيقول جورج فيكو واحد من اللي شاركوا في اختطاف بن بركة قبل ما يخبر على ان البوليس اللي داوه واحد الفيلا ضواحي باريس، فين قالوا ليه غادي يتلاقى معاك مسؤول فرنسي كبير. منين غيوصلوا لهاد الفيلا يلقاو محمد أوفقير ومعاه الدليمي، وتما غيقول ان مهدي بن بركة مات اثناء التحقيق معاه. هذه زاويه من روايات من خطف مهدي بن بركة، وخرجت بزاف ديال الروايات من بعد فيها شويه من الحقيقه وبزاف ديال التضخيم. اما الحقيقه والتفاصيل حتى واحد ما عارف. الحقيقه المعروفه ان بن بركه عنده بزاف ديال الاعداء. خرجت تقارير بعد سنوات كتقول ان المخابرات الاسرائيليه والامريكيه والفرنسيه شاركت في عمليه خطف بن بركه، واتهموا كذلك أوفقير واللي كان كيمثل المخابرات المغربيه ديك الساعه، نظرا لشهاده بعض المتورطين في هذه العمليه.
ولكن في الأخير كيبقى المسار ديال بن بركة غامض. وهنا غنكون وصلنا لنهاية القصة ديالنا، قصة مهدي بن بركة. وحد الآن مازال السؤال مطروح، شنو وقع بالضبط لمهدي بن بركة، وشكون هو المسؤول، وفين هو قبر بن بركة؟ كنتمنى الدعم ديالكم واشتراك القناة. خليتكم على خير.